ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ بجد ده احسن صوابع زينب ممكن تعمليها وتبقى احلى من اللي بتشتري جاهزة، وكفاية ان هي من ايديك الحلوين يا ست الكل. شوفي حلاوتها، شوفي عاملة ازاي، شاربة العسل بتاعها ودايبة دوبان من جوه. بجد لازم تجربيها بالطريقة دي، مقادير مظبوطة بالظبط. ويلا اقولك عملناها ازاي. طبعا اول حاجة هنجهز الشربات بتاعها، وهيبقى عبارة عن كوبايتين سكر، كوباية ونص مية، باكيت فانيليا، ونص ليمون. ورفعتهم على نار وسط لمدة دقيقتين، وساعة ما حسيت ان هو بدأ يغلي هديت عليه وسبته من 8 ل 10 دقايق. وده شكله بعد ما برد. هو ده المطلوب، شربات تقيل بارد كده. جهزنا الشربات وهنسيبه على جنب ونشوف هنعمل ايه بعد كده. دلوقتي معايا كوباية من الدقيق ونص كوباية من السميد، وعندي معلقة صغيرة نشا ومعلقة صغيرة سكر، ربع معلقة صغيرة خميرة، وعندي ذرة من الملح وباكت فانيليا، معلقتين من السمنة السايحة، وكوباية مية بدرجة حرارة الغرفة. ووزن السمنة كان 40 جرام. ويلا نشوف طريقة التحضير. جبت بولة ونزلت فيها بالدقيق والسميد وباقي المكونات الجافة، وهقلبهم مع بعض بشكل كويس. وبعد كده هنزل بالسمنة وهبسها كويس جدا لحد ما اغلب حبيبات الدقيق كلها زي ما انتوا شايفين كده. وبيبقى ده شكلها في الاخر. في الوقت ده هننزل عليها بالمية، بس هننزل شوية بشوية. هنقلبها ونحط حوالي معلقتين مية كده، ونقلب تاني لحد ما توصل للقوام المناسب. العجينة مش ناشفة ولا طرية بزيادة، يعني القوام بتاعها بيبقى مظبوط. في الوقت ده هنشكل العجينة على طول، مش هنسيبها تخمر. قسمت العجينة نصين وعملتها رول، وبعدين قطعتها قطع زي ما انتوا شايفين كده. وهعمل كل قطعة على شكل صوابع، وبعد كده هنشوف هنعملها ازاي. جبت مصفى بالشكل ده وشكلتها عليها، بحط الصابع وبضغط عليه بصبعي كده، وبعد كده بلفه للجنب زي ما انتوا شايفين. وكمان جبت بصمة الكحك وشكلت عليها زي ما انتوا شايفين كده بكل سهولة. بجد الموضوع سهل وبسيط وما بياخدش وقت خالص. كنت خلاص كده خلصت نص العجينة الاولاني وكملت النص التاني زي ما انتوا شايفين كده، والفيديو موضح. هنخلص كل الكمية ونشوف طريقة السوى المظبوط. طبعا حطيت طاسة على البوتاجاز ونزلت فيها بالزيت، ونزلت بيها على طول زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ما تزودوش الكمية قوي علشان تطلع مظبوطة ويطلع لونها موحد. وفي الوقت ده النار كانت اقل من الوسط علشان تستوي كويس وتاخد اللون المظبوط. ولو كانت النار عالية هتحمر بسرعة ومش هتكون استوت من جوه، هتبقى من جوه لسه عجين. ولازم التقليب باستمرار علشان تاخد لون مظبوط ويبقى كله لون واحد زي ما انتوا شايفين كده. كانت ايديا فيها على طول تقليب باستمرار لحد ما خدت اللون الحلو، وبعدين طلعتها. وساعة ما تطلع هنحطها في الشربات التقيل البارد اللي احنا كنا مجهزينه قبل كده. بجد طريقتها سهلة وبسيطة، ومكوناتها بسيطة جدا وموجودة في كل بيت. ما بتاخدش وقت في التحضير، وفي ربع ساعة بتكوني خلصتيها وبتبقى بالجمال ده. طبعا دلوقتي كنت بكمل بقية الكمية، وكده كنت خلصت الكمية كلها. وزي ما انتوا شايفين كده طالعة لونها حلو ودايبة وشاربة الشربات بجد تحفة وطعمها روعة. ولحد هنا تكون وصفتنا خلصت. استنوني في فيديو جديد. مع السلامة.